كوريا الشمالية تفضح اللعبة. إسرائيل بتسرق فلسطين بموافقة أمريكية. طلع رئيس كوريا الشمالية النهاردة يا صديقي العزيز بيقول: نحن نرى الحقيقة واضحة كالشمس، إسرائيل لا تسعى للسلام بل تسعى لسرقة أرض ليست لها، فلسطين ليست للبيع، وهذه السرقة لا تتم إلا بمباركة أمريكا التي تدعي حقوق الإنسان بينما تبارك الإبادة في غزة وتمنح السلاح للقتلة. كوريا الشمالية يا صديقي العزيز لا تعترف بإسرائيل ولا تعترف بحقها في شبر واحد من فلسطين، وبنقولها للعالم: الاحتلال إلا زوال. واحنا بنضم صوتنا طبعا لكوريا دايما وبنقول: نحن مع فلسطين حتى النصر، حتى التحرير، والعزاء للمنافقين. وزي ما قال الرئيس، هي بالنسبة لنا قضية القضايا، ودايما ما بيقولش حاجة غير تحيا مصر. قال مرة واحدة بس: تحيا مصر وتحيا فلسطين. فيا صديقي دايما لازم تقول: تحيا مصر وتحيا فلسطين، تحيا مصر دائما وأبدا، تحيا مصر العظمى بينا كلنا، شعب وأرض وجيش.